96. بعد أربعة بس، بعد أربعة بس، أربعة بس، أربعة بس. يلا 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 يلا. أوه. والله شباب بعد بس ثلاثة. يلا يلا. عندي استعداد، راح يجي راح يجي. عندي استعداد عندي استعداد. اتوقع توقع. يلا. اوه ماي جاد 300,000 و300,000 مرة. اوه ماي جاد 300,000 مشترك. والله شباب شكرا شكرا شكرا. ألف مبروك أحمد أي آر بمناسبة وصولك 300 ألف مشترك، عقبال النص مليون والمليون إن شاء الله. والله العظيم فرحت لك، وطبعا تستاهل هذا الرقم وتستاهل أكثر من هذا الرقم، لأن أنت أكثر من مبدع، وأهم شيء أنك تواصل، وأتمنى لك كل خير يا صديقي. مع السلامة. السلام عليكم، معكم لوت فوكس. اليوم بمناسبة العيد وصل أحمد اي ار 300 ألف مشترك. ألف مبروك عليك، وكل عام وانت بخير وانت بخير. فصراحة تستاهلها، فإن شاء الله مع الوقت شوف الكريبر جاي يبارك لك. فألف مبروك عليك يا أحمد، وإن شاء الله توصل نص مليون الشهر الجاي اللي بعده. أهم شيء شد حيلك، فواصل ولا توقف، وإن شاء الله توصل النص مليون قريب. السلام عليكم. ألف مبروك لك يا أحمد يا وصولك إلى 300 ألف مشترك. واصل واصل يا كينج، واصل يا بطل. هذا ما زال من ثمر جهدك وتعبك أكيد، هذا ما ننسى هذا. وإن شاء الله توصل نص مليون، وإن شاء الله توصل مليون مشترك. وتحيات لك، وإن شاء الله تستلم درع مليون. وبس هدية بسيطة مني لك. مع السلامة. احمد ايار 300 الف مشترك. الف مبروك يا وردة، والله تستاهلهم، وهذا كله حق تعبك وجهدك اللي انت بذلته وسهرك اللي كنت تنتج بيه وتصور، فتستاهلهم. وان شاء الله يا رب يكونوا شاهدين الك لا عليك. وبس اخوك احمد جيمز، السلام عليكم. ألف مبروك لأخوي أحمد يا عرمة، توصل ل 300 ألف مشترك. أنت من اليوتيوبرين المبدعين اللي استمتع نتابع مقاطعهم، فمبروك عليك، وإن شاء الله نبارك لك بالنص مليون، وليش مو المليون بأسرع وقت. أخوك سار التركي، مع السلامة. ألف مبروك الوصول لأحمد أي آر 300 ألف مشترك. إن شاء الله المليون والمليونية والثلاث ملايين والأربعة ولا حدد ما محدود. وإن شاء الله تحقيق الأمان والنجاح إن شاء الله والتوفيق بحياتك. وحبيت أقول لك مبروك ومن كل قلبي أوكي يعني مبروك مبروك. ويلا مع السلامة. هلا والله شباب، شخباركم؟ ان شاء الله بخير. الشباب، احب اهني المبدع الاكثر من رائع، حبيبي واخوي وصديقي احمد اي ار، واتمنى له كل الموفقية ان شاء الله. واحب ابارك له على 300 الف مشترك، وان شاء الله يوصل 500 الف مشترك خلال هذه السنة او قبل نهاية السنة، وان شاء الله المليون. متوتر. بسم الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، شلونكم شباب؟ ان شاء الله بخير. وياكم احد ايار، رجعت لكم في مقطع جديد. في هذا الفيديو يا شباب فيس كام مثل ما ردتوا، راح اشكركم على 300 الف مشترك. 300 الف شخص اشترك بالقناة، فشباب فشي كلش خرافي. واول شيء اشكركم انتو، ثاني شيء اشكر اللي دزولي تهنئة بداية الفيديو اللي طلعوا، واللي ما قدر ما يخالف عادي يعني. انا قلت بكيف الواحد يعني يدز او لا. وشكرا شباب. انا قلت لكم قبل لا تبدي رمضان كان عندي تقريبا 30,000 او 40,000، فقلت لكم شباب قبل عيد رمضان باسبوعين، فقلت لكم شباب خلينا نوصل الى ال 300,000 قبل نهاية السنة.
قبل هالسنه قصدي قبل نهايه رمضان. فالحمد لله وصلنا 300 ألف مشترك قبل نهاية رمضان، بأكثر يعني بعد رمضان راح يخلص بأسبوع ووصلنا 300 ألف، وحد الآن بعد اليوم أول يوم العيد ووصلنا 300 ألف و5000. وطبعا كل عام وانتم بخير إن شاء الله، كل سنة وانتم طيبين. وأنا قلت لكم تابعوني على الانستغرام على مود آخذ الأسئلة من الانستغرام. فأحمد ليش ما تنشر فيس كام؟ شباب اول شيء الفيس كام صعب، وهسه جاي مصور لكم وانا شلون المتوتر شوي لان انا ما متعود على الفيس كام. عندي فيديو واحد فيس كام نشرته وجاب 250 الف مشاهده، يعني 400,000 مشاهده. فيمكن يعني انا احط داخل صورتي بالفيديو يوصل هيك مشاهده، فخلينا نشوف هذا الفيديو هم يوصل له ولا. وايضا شباب السؤال الثاني اللي جالي، احمد انت وين قاعد وين عايش؟ شباب انا عايش بالبصره. وين ادرس باعداديه المركزيه، بس شو يسمونه راح هاي السنه بالسادس. وجالي السؤال ايضا، احمد انت ليش ما جاي تنشر العاب غير ماينكرافت؟ شباب يعني احكي لكم الصراحه، احنا اليوتيوبريه من ننشر فيديو اذا شفنا المشاهدات اقل نسبه من المشاهدات الطبيعيه ما ننشر عليه بعد. هاي يعني انا حاليا نشرت ذا سيمز قبل فتره، قلت هل هي المشاهدات مثل ماينكرافت من انشر 90 80 100 الف؟ لا بالعكس، بالقوه جابت 40 الف بالقوه. يعني اذا يعني انت شوف يعني نص المشتركين ما يحبون هاي اللعبه، فليش انا استمر بينما النص الثاني ادري شباب بتحبوها؟ فمنتظر الحاسبه الجديده على مود راح اسوي قناه ثانيه انشر بها روكت ليج وذا سيمز. احتمال ما ادري حد الان ما ادري، بس احتمال انشر روكت ليج. انا متاكد ان روكت ليج شباب اللعبه اللي احبها، فاكيد راح انشر عليها. فثاني احمد ليش ما تسوي فيس كام؟ انا ما اتوقع، يمكن جاوبت او ما جاوبت. شباب الفيس كام انا ما متعود اوقف قبال الكاميرا، ونفس الوقت شباب انه الفيس كام الماينكرافت ما تحتاج فيس كام، حتى اللي ينشر فيس كام يا ماينكرافت هي لعبه ما تحتاج فيس كام. وثانيا شباب انه الفيس كام يحتاج كاميرا، يحتاج مكان. هسه جاي اصوركم هاي احسن شيء اقدر اسويه، احسن شيء اقدر اسويه. مكان القعده مو طبيعيه، المكان التصوير، الكاميرا ما عندي كاميرا حاطه بكاميرا النقال، فلهذا الاسئله انا حافظها ما اقدر اخذها من النقال، عرفت شلون؟ ما عندي حاليا، بس راح اشتري لوجيتك ان شاء الله بالايام الجايه، او من اشتري الحاسب راح اشتري لوجيتك. طبعا وراح من اجيب الحاسب راح اضيف لعبات للقناه. اول لعبه شباب جراند ثيفت اوتو جي تي اي 5 بالقناه هاي، متاكد 1000% راح تنضاف بالقناه. وايضا راح اضيف روكت ليج، بس روكت ليج ما ادري، قل لي بالتعليق روكت ليج بهاي القناه لو روكت ليج بقناه ثانيه خاصه بروكت ليج. فتقول احمد شنو روكت ليج شنو من اللعبه؟ انا شباب انا هسه حاليا من ادخل مثلا يومي العب اقل شيء 3 ساعات الى 6 ساعات روكت ليج او 5 ساعات، فعدد كلش كبير. فمو 6 ساعات يعني هالدرجه، العب مثلا 3 ساعات متواصل، نوبه بعدين ساعه، بعدين هيك يعني اجمعها يصير 4 ساعات، من الظهر ساعتين، بالليل ساعتين، الفجر ساعه هيك. بينما ماينكرافت ايضا العب هواي، لان سيرفر عندنا بناء، عندي سنجل، عندي اف تي بي، عندي هواي اساسي بالقناه جاي اشتغل عليه حاليا. ولحد الان يعني قبل شويه انا كنت داخل بالسنجل جاي اشتغل سنجل، يعني دخلت قلت اصور لو لا، بعدين ما ادري قلت لا ما راح اصور سنجل حاليا، قلت خليني اصور الفيديو مال 300,000 لان هواي ناس رايده مني الفيديو مال. جالي سؤال احمد شنو هدفك باليوتيوب؟ شباب هدفي باليوتيوب هو انه اوصل حاليا 500,000 مشترك. طبعا انا حاليا هدفي ازيد 100 كل 100,000 مشترك، حاليا 300 اريد اصل 400، بس هدفي شباب 500,000 مشترك. وكل سؤال جالي سؤال ثاني شباب، احمد وين الدرع اليوتيوب؟ انت وصلت 300,000 والدرع بعد ما وصلك. لا شباب الدرع واصل لي، بس ما واصل لي واصل لي الجماعه اللي موجوده بامريكا. فالدرع حتى الصور عندي، بس يمكن المسحه من عندي، بس اطلب اقدر ادز الصور له. الدرع واصل بامريكا من قبل كم شهر، يعني 5 اشهر، بس ما سحبته ليش لحد الان ما ادري. بقى عندهم حاليا، بس راح احاول اسحبه وراح انزل لكم فيديو عليه، او يجوز اسحبه بعد اسبوعين شهر ما ادري. حاليا راح اسحب الدرع ان شاء الله، راح اسوي لكم فيديو كامل عليه.
جالي سؤال يقول لي احمد ليش ما تنشر عن العاب التختيم؟ العاب التختيم شباب، الالعاب التختيم احبها، الالعاب التختيم بس ما احب انه انزلها بالقناه. ونفس الوقت شباب انه التختيم مو جميل على البي سي، التختيم لازم انزله على الاكس بوكس او البلاي 4. فمنتظر انا البلاي ستيشن 4 اشتري على مود ان العب تختيم مثلا تشارتد 4. وهواي العاب ما نزلت، ما شفتها باليوتيوب، قلت انا العبها بنفسي، ومن ضمنها اوتلاست 2 اللي نزلت نفسها، بس انا قلت ما راح انزل عنها لان اوتلاست 2 انا اذا انزل عنها ما اريد العبها او اشوفها، العبها وياكم وبالحاسبه الجديده ان شاء الله اول ما انزلها. بس ما ادري هل راح انزلها بقناتي هاي او يجوز بالقناه الجديده ويا فيس كام. اكيد ان شاء الله اذا اشتري الحاسبه اشتري ويا شو اسمه كاميرا على مود اصور لكم فيس كام وياه. ما ادري، مو اكيده فيس كام بس احتمال يعني على ما تشوفون ردات فعلي. فانتوا قولوا لي بالتعليقات هل انزل فيس كام ويا اوتلاس حاليا. ما ادري حاليا شو اسوي. وجالي ايضا سؤال احمد ليش ما تسوي بث مباشر بالقناه؟ البث المباشر شباب صعب كلش جدا صعب. يعني انا سابلودي 100 كيلو بايت او 200 كيلو بايت، شلون اسوي لي بث مباشر يحتاج الى 10 اضعاف انترنت اللي عندي؟ يعني انا 700 كيلو بايت احتاج 1000 كيلو بايت، فمستحيل اسوي لي بث مباشر على هذا الانترنت مال العراق العظيم. اسوي لي بث مباشر، فكلش صعب. جالي سؤال احمد ليش ما تنزل عن العاب الشوتر؟ شباب العاب الشوتر القنوات اللي اعلى مني ما جاي ينزلوها لان تفاعلها تعبان، شلون اذا انزلها انا؟ سؤال احمد تحب الانمي؟ اي متابع انمي دراغون بول، متابعه وشايف بعض دراغون بول شايفه بس البقيه ما متابعها عدل. هاي الالعاب او قصدي الانميات اللي شايفها. فتوقع شباب وصلنا نهايه الحلقه، لان هاي اول مره اسوي فيس كام، يعني اخر فتره سويت فيس كام وصل فيديو 4 مليون مشاهده و18 ما ادري 20,000 لايك ما قد وصل. فشباب قبل لا ننهي هاي الحلقه قد تنطون لايك على 300,000 مشترك، 10,000 لايك، 20,000 لايك، 30,000 لايك. يو كان دو ات شباب. ردت اقلد المرجاني بعدين قال قلد المرجاني، لا ما راح اقلد المرجاني. اوكي فالمهم يا شباب ان شاء الله عجبتكم الحلقه. لا انا اكو شغله شباب، انا اليوتيوبر الوحيد اللي عنده 3 خاتمات ما ادري 4. اوكي خلينا نقولها ونحسبها. وصلنا نهايه الحلقه شباب. لا ان شاء الله عجبتكم الحلقه. لا صدقنا بلاك تشوفوا اعلانات جديد وشوف فيديوهاتنا السابقة. أراكم قريبا. See you later. في أمان الله. مع السلامة. شوف باي باي.